بتبدأ حكايتنا بأربع شباب بيكونوا انتقلوا من عالم البشر لعالم تاني، والمملكة ديت اسمها ليجر، وتم استدعائهم علشان بيكون عندهم قوة كبيرة جدا، وبنعرف انهم بيستخدموا قوة الرياح وقوة النار وقوة كتيرة جدا يعني. وما بين الشباب دول في واحد اسمه مكوتا، ومبيكونش منه أي فايدة خالص غير ان هو بيشتري البقالة من السوق الإلكتروني الياباني، والأسرة الملكية استدعتهم علشان يدافعوا عن المملكة من الوحوش اللي بتهجم عليها. وبما ان مكوتا ملوش أي لازمة معاهم فعشان كده بيدوا فلوس وبيطردوه من القصر، وبعد ما بينزل وبيتمشى في المملكه الكل بيكون مستغرب من شكله بسبب الهدوم الغريبه اللي هو بيكون لابسها. ومكوتا اول ما بيحس ان هو لابس لبس غريب بيروح يغير لبسه وبيجيب لبس شبه لبسهم على طول، وبعد كده بيتأجر مكان على قده كده، واول ما بيطلع فوق بيبدأ ان هو يدور في قدراته علشان يكتشفها، وبعد كده بيعرف ان هو بيقدر يقيم قدرات الناس اللي حواليه، وكمان صندوق حاجات سحريه كده يقدر يحط فيها اللي هو عاوزه، وكمان بيقدر ان هو يتسوق على السوق الياباني. واول ما بيدوس على السوق الالكتروني بيتفاجئ ان في شاشه كبيره اتفتحت قدامه. المهم ان هو بيختار ازازه ميه وواحده تونه. المهم ان بعد كده على طول بيلاقي ان في كرتونه اترمت جنبه، وبيلاقي فيها الحاجات اللي هو بيكون اشتراها، وبعد كده بيسافر لبلد تانية بيكون اسمها كيلز، ودي كانت على حدود المملكه، وهو مسافر بيتكلم مع واحد بيكون مسافر معاه، والتاجر دوت بيقول له هو رايح هناك علشان يبيع الصابون اللي معاه، لان هو بيكون عمله نادره جدا، لان مفيش اي حد يمتلكها غير الملوك. فهو بيقول له ان هو ما قدرش ان هو ياخد غير شنطه واحده، وبيقول هو لو عنده مهاره صندوق الادوات كان شايل كميه كبيره من الصابون، وبيقول له المهاره ديت بتكون نادره جدا ومش عند اي حد خالص. وميكوتا طبعا بيستنصع عليه وبيساله على مهاره التقييم، وبيعرف ان المهاره ديت بتكون نادره جدا ومش اي حد يمتلكها غير الملوك، علشان كده هي بتكون مهاره نادره جدا. والكلام دوت بيطمن ميكوتا لانه كده ما حدش هيقدر ان هو يقيم مهاراته. والتاجر بيقول له ان في مشاكل جوه المملكه كتيره جدا، علشان كده الحدود هتتقفل على كل اللي جوه المملكه، وبيقول له السفر من المملكه بعد كده هيتمنع. وهو اول ما بيروح هناك بيتاكد من كلام التاجر ان هو كان صحيح، ان كل العربيات اللي كانت مسافره رجعت تاني، وبعد كده بيروح على مكان بيأجروا فيه ناس لمرافقين السفر، وطبعا هو واخدهم علشان يحموه في الطريق من قطاع الطرق واي حد يعني حاول يأذيه، وغير كده هو لو سافر لوحده ممكن يموت في الطريق. المهم ان هو بيأجر فريق فارس اسمه فيرنر، وبيتفق معاهم ان الاكل طول الطريق هيكون عليه هو، وتاني يوم بيتقابلوا علشان يمشوا في طريقهم، وبيعرف ان الفريق بيتكون من سياف سينفن والمتعقبه ريتا وساحر اسمه سامون ومعالجه اسمها فرانكا. بعد ما يتعرفوا على بعض بينطلقوا على مملكه سيفان. المهم ان بعد ما بيمشي شويه بيقفوا، ميكوتا طبعا بيطلع من صندوق بوتاجاز وحله وبيعمل لهم اكل، واول ما بيدوق الاكل بتاعه بيعجبهم على اخر حاجه. المهم ان بعد كده بيكملوا طريقهم، وفي الطريق ريتا بتحس بالخطر فعلشان كده بتوقفهم، ووقتها بيشوفوا وحوش عملاقه كده شبه الدبان، ففرنر بيهجم عليهم بالسيف بتاعه. المهم انهم بيهزموهم وفرانكا بتعالجهم من الجروح بتاعتهم، وبعد كده ريتا بتقول لهم ان في خنزير عملاق جدا بيكون جاي على ناحيتهم، فبيستدعوه بيبداوا انهم يقاتلوا فيه. المهم ان بعد شويه قتال حلوين كده بيقدروا انهم يهزموه. المهم ان بعد كده بيقطعوه، وبطلنا طبعا بياخدوا في صندوق الادوات بتاعه، وفي نفس اليوم بالليل ميكوتو بيعمل لهم اكل حلو جدا، والاكل طبعا بيعجبهم جدا، واول ما بياكلوا الاكل بيحسوا انهم بقى اقوى من الاول. المهم ان ميكوتو بيقيمهم ويتفاجئ ان قوتهم زادت كتير جدا، وبيكون مظلوم جدا، وبيعرف ان الاكل بتاعه بيزود قوه اي حد بياكله، ويكون خايف جدا ان لو حد عرف بالموضوع دوت فهيستغلوه ان هو يعمل لهم اكل على طول، وعلشان كده قرر ان هو ما يطبخش غير من مكونات من العالم اللي هو عايش فيه دلوقتي. ولما بيطلبوا منه اكل تاني بيستخدم مكونات من الغابه وبيطلع اكل جامد جدا. المهم ان بعدها بنشوف مخلوق اسطوري بيكون شم الريحه وجاي عليهم، واللي معاه طبعا بيشاوروا له وراه، وبيتفاجئ ان بيكون في وراه وحش اسطوري جدا، وبيكون على شكل ذئب اسطوري وشكله بيكون مرعب جدا. المهم ان الذئب بيطلب من ميكوتو ان هو يديله لحمه من المفحفعه في الغابه، وميكوتو طبعا على طول بيروح يجيب له طبق، وهو طبعا بياكلها على طول، وهو انت متخيلين ان هو هيكفيه طبق واحد؟ لا والله. المهم ان الذئب بيقول لميكوتا ان هو بيكون عاوز يعمل معاه عقد، وشروط العقد دوت ان هو يكون مرافق لميكوتا، وطبعا الميكوتا اول ما بيشوفوا الفرسان بيكونوا مرعوبين جدا من الوحش دوت بيوافق على طول. المهم ان هم بعد كده بيعملوا العقد انهم يقربوا راسهم من بعض. المهم ان ميكوتا عارف ان هو لابس في فخ مش هيقدر ان هو يخرج منه، وبعد كده الذئب بيقول له ان هو يختار له اسم. المهم ان هو في النهايه بيقترح له اسم بيكون اسمه فيل. المهم ان بعد كده بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لمدينه فينان. المهم ان ساعتها فيل بيكون حاسس بالجوع واللحمه اللي معاهم بتكون خلصت. المهم ان هو بعدها بيروحوا بيصطاد وحش
بيكون من الرتبه بيه، ولان طبعا الطائر دوت بيكون ضخم جدا فميكوتو ما بيقدرش ان هو يقطعه، وبيسيب المهمه ديت لفيرنر والفريق بتاعه بمقابل انهم ياخدوا المخالب وكل حاجه في الطائر دوت. وبعد ما بيقطعوا الطائر دوت ميكوتو بياخد اللحمه بتاعته بيقطعها ويحمرها. المهم ان هو بيدي الفريق الاكل بتاعه علشان فيل ما يخلصش الاكل كله لوحده، وبعد كده بيدي الفيل نصيبه، والاكل طبعا بيكون عاجبه جدا. ولما بيحرقوا حرس بوابه المملكه بيكون عددهم كبير جدا. المهم ان هم بيتكلموا مع الحراس وبيفهموهم ان فيل بيكون مرافق لميكوتا، وحارس المملكه بيكون مقلق ان فيل يهاجم سكان المملكه، وميكوتا بيطمنه ان فيل مش هيهاجم اي حد جوه المملكه. والمغامرين طبعا علشان هم اعضاء في نقابه المغامرين ما بيدفعوش اي حاجه، وفيل علشان مش منضم لاي حاجه بيدفع فلوس. وفيرنر بيعرفه ان هو لو عايز يكون تاجر ينضم لنقابه التجار، وعلشان كده مش هيدفع فلوس وهو داخل اي مملكه. لكن ميكوتا مش عاوز يكون ان هو تاجر، هو بيكون عاوز يبيع المنتجات اللي هو بيطلعها في الممالك والقرى القريبه يعني. علشان كده هو عايز يدخل من نقابه المغامرين علشان يقدر يبيع للمغامرين واي حد كده يعني. وبيكون عنده مشكله تانية، مين اللي هيقطع له اللحمه اللي هو بيكون عاوز يقطعها؟ المهم ان فيرنر بيخليه يمضي ان هم خلصوا المهمه بتاعتهم. المهم ان بعد كده بيودعوه يمشوا، وبعد كده مساعد الملك بيطلب منه ان هو يروح يقابل الملك في القصر ويحكي له ازاي هو قادر ان هو يسيطر على الذئب الاسطوري دوت، لكن هو بيرفض بادب. لكن الادب مش بينفع معاه، ففيل بيتدخل والراجل بيخاف وبيجري على طول. وبعد كده بطلنا بياخد فيل وبيروح لنقابه التجار وبيدفع الفلوس وبيشترك في جوه النقابه. المهم ان بعد كده فيل بيطلب منه ان هو يعمل له اكل، فبيروح مكان كده وبيبدا ان هو يقطع اللحمه ويعمل له الاكل. المهم ان هو طبعا بيبدا ان هو يعمل له اكل وفيل طبعا بيكون عاجبه الاكل جدا. المهم بعد كده بنشوف ميكوتا وهو بيكون بيحاول ان هو يشتري من المتجر الرز، ولما بيطبخه مع اللحمه بيكون طعمه جامد جدا. وساعتها فيل بيطلب منه ان هو يجرب طعم الرز، واول ما بيجربهم بيكون طعمهم جامد جدا، وهو كان فاكر ان الرز والحبوب عامه يعني بيكون طعمهم ما لهمش اي طعم. وبعد كده بيروح علشان ينام، واول ما بينام بيصحى تاني علشان هو بيكون عاوز يجهز البضاعه اللي هيشتريها من السوق الالكتروني. المهم ان تاني يوم بيروح لنقابه التجار وبيوريهم الملح والفلفل اللي بيكونوا معاه، واول ما البنت بتشوفهم بتاخدهم وبتجري على رئيس النقابه. بتغيب شويه وبعد كده بترجع وتطلب منه ان هو يروح يقابل المدير، وبعد كده بيشوف المدير وبيقول له بيكون مبهور جدا بالبضاعه اللي ما بيشتراش غير الملوك ديت. والمدير طبعا بيعرض عليه ان هو يشتريهم منه، وبيفضل ان هو يعرض عليه عروض لحد ما بيوصل ل 17 عمله ذهب، وهو طبعا بيكون اشتراهم ب 10 عملات نحاسيه، يعني هو كسب فيهم مبلغ جامد جدا. طيب لو وصلتوا لحد هنا يا ابطال ما تنسوش تشتركوا في القناه، ويلا سلام سلام سلام.